بعد ما استقبلنا معنا مدير المهرجان ورئيس المهرجان، ما ننساوش باش نستقبلوا معنا نائب رئيس هيئة التنظيم السيد جلال الزاوية، اللي هو موجود معنا وباش يحكي لنا على برشا تفاصيل. عسلامة سي جلال. مرحبا بيك. عسلامة مروة، مرحبا بكم. يعيشكوا بيك أكثر. لاباس ساعتي؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله. من كل شيء. عندك خبرة طويلة برشا مع سوسيتي دريرة كوسكو، تنجم تحكي لنا على خبرتك ومشوارك مع الشركة؟ مشواري مع شركة بسام، شركة دريرة كوسمو. كانت أول مرة لقيت أنونس في الفيسبوك اللي بسام باش يعمل مهرجان. قداش عندها هذا؟ فهذه عندها 6 سنوات. يعني عندك توك 6 سنين مع الشركة. 6 سنين مهم. من الأول الدورة كنت كمشترك، جيت خلصت كل شيء. أهم حاجة حبيت نكتشف بسام ونكتشف المهرجانات اللي عم فيهم بسام، وشنو هي الحكاية هذه، صحيحة حاجة تفيد ولا ما تفيدش. وتفيدني أنا خاطر أنا مهم. ديما نتعلم وديما نشوف كل شيء. فجيت شاركت كل شيء، عجبتني الدورة وعجبني التنظيم وعجبني المهرجان اللي عملوا تو مدة 6 سنوات. قعدت كل ما يعمل بسام مهرجان نجي مع بسام، حتى لين اقترح علي بسام باش ننضم معاهم للجنة التنظيم وننضم معاهم للفريق، ويسحقني في شغل وكل شيء على السان وكل شيء. وصار هذاك، وطلعت في دورات نتاع صبغة ونتاع قصان وكل شيء. مهم. مثلا البارح طلعت في دورة مع شركة نتاع صبيغة، سبقت لهم وعملت لهم حاجات. واليوم في الليل باش نعملوا دورة نتاع قص باش نطلع. ما شاء الله. قداش قاعد يفكر بسام باش يختارك يعني، وباش انه فكر انه باش يختارك يعني باش تكون معاه؟ بسام وقت اللي تعرفت عليه المرة الأولى في المهرجان تاعو الأولاني اللي أنا جيت كمشترك، قال لي يا سي جلال، أنا حضرت لك في مهرجان تاع شركة فراميسي، شركة إيطالية في صفاقس سنة 2005. مهم. قال لي أنا صغير وحضرت لك في مهرجان سنة 2005. فالحمد لله الاسم نتاعي معروف في تونس وفي ضواحي تونس. وقت يتعرف علي أول مرة كمشترك وكل شيء، بعد قال لي لا أنت ما عادش باش تبعد علي وأنت باش تقعد بحذايا ومرحبا بيك وكل شيء. وأنا فرحت وقلت له يعطيك الصحة، حتى أنا عجبتني مهم. خدمتك وعجبني تنظيمك. يعني كان ما جاش التنظيم نتاعو من المرة الأولى ولاحظت برشا حاجات وفوضى وكل شيء، ما كنتش نقبل نقعد معه. بس سي جلال، انت كنائب رئيس هيئة التنظيم، كيفاش كنتوا تنجموا تقسموا الادوار على بقية الفريق؟ قسمان الادوار هو مش قسمان معناتها كل واحد ياخذ حاجه معينه، لا. وجود الفريق لهنا لانه 90% ولا 99% من اغلبيه الفريق هم اصحاب مهنه، يا اما حلاقه الرجال ولا حلاقه النساء ولا استيتيك ولا اي شيء. يعني وجودهم لهنا كل واحد الحاضر يززي، كل واحد ياخذ دوره، والاخر من الله بحاجه اخرى يمشي الاخر يتلهى بحاجه اخرى. ذلك كله لغايه انجاح المهرجان. كان عندك دور في اختيار المدربين الأوسكار؟ اختيار المدربين تاع الاوسكار وتاع الاوسكارات اللي تعداوا والمهرجانات اللي عملهم بسام الكل. كان الدور نتاعي انه بسام وقت اللي يتعرف على حد ويحب ياخذ عليه فكره وكل شيء في الميدان نتاعو، يستشيرني انا ويستشير الفريق. شنو مهم. رايكم؟ شوفوا الصفحه نتاعو، شنو رايكم نجيبوه هذا يخدم ولا لا؟ شنو اعطيوني رايكم وكل شيء، لانه احنا اصحاب الصنعه. وناخذوا راي مع بعضنا ونقولوا له بسام هذا ينفع وهذا ما ينفعش. في رأيك الإقبال الأوسكار المرة هذه كان مرضي ولا لا؟ الإقبال هذا كان مرضي، والناس فرحانين. أنا خاطر وقت ندور في الصالة وندور في القاعة مع الجماعة وكل شيء، نقول لهم أستاذ والله يعطيكم الصحة، أستاذ والله خدمة باهية وكل شيء. وأنا نفسر لهم وننور لهم ونقول لهم أي واحد يسحق حاجة أنا موجود، لأنه مهم. بسام ساعات يبدأ مشغول وكل شيء وعاطف كذا. فالكلهم فرحانين لأنه فما شكون يسمع فيهم وشكون فما يشوف شنو طلبياتهم. هذوما مهم. ناس اجانب، لازمني نكون انا حاضر لهنا، نفسر لهم كل شيء ونوضح لهم كل شيء، حتى اللي عنده اي مشكله ولا حاجه نمشي نفضها انا. هذاك هو دور الفريق نتاع بس. مهم. خبرتك مع سوسيتي دريرة كوسمو، خلي لك الكلمة. الكلمه الاخيره، ان شاء الله ديما المهرجانات ناجحه، وان شاء الله ديما المهرجانات في تألق، والجمهور اللي يجي بحذانا ان شاء الله ديما فرحان. واحنا في خدمه الاخوان الزملاء الحلاقين والحلقات من انحاء العالم الكل.
سي جلال، وجودك معنا فرحنا برشا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك.